السلام عليكم. فيديو بس صغير، ده موجهه اللي لسه مؤيدين الخسيس. يعني فيديو صغير جدا. يعني هو الراجل صريح وكل حاجة، وبيقول إن أنا مش قادر أسكن ومش قادر أعلم ومش قادر أأكل، يعني مش قادر أعمل حاجة خالص. طيب يا بهايم يا مؤيدين الخسيسي، فكروا شوية. الراجل هو صريح، بيقول مش قادر مش قادر مش قادر. الشركة البلد دي يا بهايم، البلد دي عاملة زي شركة كده، تمام؟ البلد دي عاملة زي الشركة، الشعب هو صاحب الشركة، تمام؟ طيب الشركة مش عايزة موظف، اهو اللي ماسك ده الرئيس هو الموظف اللي هيشتغل في الشركة، تمام كده يا اخوانا؟ طيب لما يجي الموظف يجي يروح لصاحب الشغل او لصاحب الشركة، يقول له مش قادر اشتغل ومش عارف اعمل ومش عارف اسوي، وكل شغله يطلع غلط في غلط، ويقعد 10 سنين ما هوش عارف يعمل حاجة وهو معترف بكده. يجي بقى صاحب الشركة الحمار يقول لا والله خليك خليك. طب خليك بمرة ايه؟ يعني يخليك، هو الراجل هو عمال يقول لك انا مش قادر مش قادر مش قادر. خلاص يا عم جور في داهية ونجيب موظف تاني غيرك. ده اللي المفروض الايه صاحب الشركة يعمله. مين بقى صاحب الشركة؟ إيه احنا. فهمتوا يا بهايم يا مؤيدين للسيسي؟ الله يلعنه في كل كتاب، الله يلعنه في كل كتاب وفي كل وقت وفي كل أذان. يلا السلام عليكم ورحمة الله.